السلام عليكم ورحمة الله. سواء بقى كنت طالب أو ولي أمر ركّز معايا في كل كلمة أنا باقولها، خاصةً لو داخل تالتة ثانوي بقى والفزاعة شغالة وخايف وثانوية عامة والنظام الجديد، ركّز في كل كلمة أنا باقولها. أولًا إحنا النهارده أنا هاتكلم عن شغلي أنا الخاص في طريقة الحجز وشغلي مع الناس، لكن ركّز أوي في التفاصيل اللي أنا هاقولها في وسط كلامنا، علشان ده هيفيدك في التعامل مع أي مدرس في أي مادة غير حتى مادتي. أول حاجة بالنسبة لشغلنا، بُصّوا يا جماعة، نظام الثانوية العامة الجديد بالذات بيحتاج مننا نظام متابعة وحل طول الوقت. إحنا النهارده هنتكلم على طريقة الشرح وقبل ما أنسى إحنا سارقين حتّة كده من نظام الجامعة في الشغل ده هننفرد بيه إحنا في شغلنا السنة دي إن شاء الله بإذن الله، فركّزوا أوي معايا وهو نظام الoffice hour أو الساعات المكتبية. بُصّوا يا جماعة، أولًا إحنا محتاجين نعرف طريقة شرحنا هيبقى ماشي إزاي، نظام امتحاناتنا هيكون ماشي إزاي، عدد الكتب، إحنا هنبتدي منهجنا إمتى، هنخلّص منهجنا إمتى، هنراجع منهجنا كام مرّة، وفي نفس الوقت إزاي هنقدر نعالج مشاكلنا على مدار السنة. أول حاجة بالنسبة لجزئية النظام الجديد بتاعنا، يعني إيه إن إحنا هندخّل في شغلنا حاجة اسمها الoffice hour أو الساعات المكتبية. بُصّوا يا شباب، أولًا نظام الساعات المكتبية ده هيكون في مقر الcenter اللي إحنا شغالين فيه، سواء كان في الفيصل أو في شارع السودان، وطبعًا العناوين والكلام ده كلّه مع الناس اللي حجزت already ومع الناس اللي هتحجز هتبقى عارفة تفاصيل العنوان. اللي هيتم كالآتي: نظام الساعات المكتبية في مدرسين كتير جدًا بتعمله، ولكن إحنا لمّا هنعمله أنا اللي هاكون معاك أنا شخصيًا مش الassistant. يعني إحنا هنوفّر ساعتين كل أسبوع، ركّزوا معايا، بالاتفاق طبعًا مع الجروبات وقتها. الساعتين دول هيبقى من حق أي طالب إن هو ييجي في خلالهم لو عنده أي أسئلة أو مشاكل وقعت منه في حصة الأسبوع ده، والتعامل شخصي ما بينك وما بيني مش من خلال الassistant عشان أبقى عارف مشكلتك ماشية إزاي. طب بالنسبة لنظام الشرح بتاعنا أو طريقتنا في الشرح هتبقى ماشية إزاي؟ بُصّوا يا شباب، أولًا الشرح بتاعنا أو بداية شغلنا بيكون من آخر أسبوع من شهر أغسطس أو شهر 8. ده بيكون بداية شغل السنة بتاعنا إن شاء الله بإذن الله. أولًا منهجنا بيخلص إمتى وإزاي؟ بيخلص إمتى؟ بيخلص الموعد أقصى ميعاد لينا بنكون مخلصين 15/3 إن شاء الله بإذن الله، وفي مجاميع السنة اللي فاتت واللي قبلها خلصت قبلها بأسبوع. ده بيرجع طبعًا لإيه، للجروبات بتاعتنا. بمناسبة بقى الجروبات عشان دي نقطة مهمة جدًا، عشان الناس متخيلة كلمة جروبات يعني أنا باتكلم في أعداد مهولة والكلام ده كله، دي نقطة هاجي لها كمان شوية. يبقى إحنا أقصى ميعاد لينا كام؟ 15/3 إن شاء الله بإذن الله يكون منهجنا خلصان أول مرة شرح. نُص السنة بتاعتنا أجازة نُص السنة بيتاخد الأسبوعين كاملين، وفي بعض المجموعات بيكونوا بياخدوا 3 أسابيع، دي الناس بقى اللي بتكون مستواها عالي شوية، فبنريّح لمدة 3 أسابيع. الحضور بقى، حضرتك بتحضر معانا في جروبات أقصى عدد للجروب الواحد 10 طلاب، بس 10 طلاب من نفس المستوى. تفرق كتير أوي من نفس المستوى دي، لإن ده بيفرق معانا إحنا كتنافس، وبيفرق معايا أنا وأنا قاعد مع الطلبة كمستوى شرح، وأبقى عارف الlevel قد إيه. يعني أنا ما باحطكش مش ضروري مع زمايلك، لأ أنت بتتحط بناءً على مستواك عامل إزاي. يعني لو ربنا كرمك ومستواك اتحسن باضيفك لمجموعة أعلى شوية، ولو حد مستواه أقل شوية في الاستيعاب، على فكرة كله بيوصل في الآخر. الفكرة كلها إن المستوى العام للجروب بيبقى متناغم، عشان تبقى طريقة الشرح واحدة، عشان الطالب الذكي ما يتظلمش في تكرار المعلومة، والطالب الضعيف ما يتظلمش في إن أنا أعمل إيه، أجري في المعلومة شوية، لكن في الآخر كلّهم بيوصلوا لنفس المستوى مع اختلاف طريقة الشغل في كل مجموعة. طيب، معانا نظام امتحانات طبعًا، نظام امتحاناتك بقى ما بيبقاش كويز كل حصة وحضرتك تروح كاتب لي فيه كلمتين وشكرًا، لأ، الأهم عندي حضرتك هتمتحن معايا بعد كل chapter امتحان كامل. الامتحان ده أنا هاكون مشرف على حضور الامتحان في الcenter بنفسي، عشان أتطمن إن سيادتك ما بتغشش، إن ما حدش من الassistant يعني عشان هم أحيانًا بيبقوا إيه، لطاف شوية معاكم، فإحنا مش عايزين الموضوع ده في الامتحانات الشاملة بالذات. الامتحانات، طب لو خلصنا شابترين يا مستر هنمتحن ال2 chapter مع بعض بشكل تراكمي. تمام، يعني إحنا ما عندناش شابتر بينتهي بيموت، ما فيش الكلام ده كله. وطبعًا حضرتك مش هيكون عندك أي مشكلة زي ما إحنا قلنا في نظام الساعات المكتبية اللي إحنا عاملينه، ده هاضمن بيه إن حضرتك على مدار كل محاضرة أو كل أسبوع يبقى شغلك خلص كما ينبغي. تمام، بالنسبة للساعات المكتبية، الساعات المكتبية دي بتكون for free، يعني ما لهاش تمن، حضرتك مش هتدفع فلوس عشان خاطر أنت تيجي تقعد معايا، أنت already خلاص دفعت تمن حصتك وشكرًا. بيبقى متاح لك الساعات المكتبية في أي أسبوع أنت عايزه أو عندك مشكلة فيه، بحيث إن إحنا أسبوع بأسبوع يبقى خلصان، ودي أزمة ثانوية عامة التراكم. فإحنا بنعمل كده عشان نضمن إن ما يبقاش في تراكم في مادتنا بشكل نهائي. الكتب اللي بتتحل، بنحل كتاب المعاصر، بنحل أجزاء من كتاب اسمه الوسام، بنحل كتاب الquestion bank اللي هو بنك الأسئلة، ده بيتحل في آخر السنة في تاني مرة مراجعة. إحنا بنراجع بالضبط مرتين غير مرة الشرح، آخر مرة اللي بيكون فيها حل الامتحانات الكاملة وحل شامل على كل الchapters بتاعتنا. طيب، في حاجة كمان مهمة جدًا لازم نبقى واخدين بالنا منها، وهي بُصّوا يا شباب، حضرتك لمّا تيجي إن أنت تفكّر إن أنت تحجز في أي نظام ثانوية عامة مع أي مدرس أيًا كان، سواء معايا أو سواء مع غيري، حضرتك لازم تبقى متأكد مليون المِيّة إن أنت بتستفيد من كل حصة بتحضرها، بتستفيد من كل حصة بتحضرها. يعني دي نصيحة منّي أنا، وده الكلام ده ينطبق عليَّ قبل أي حد، لو حضرت معايا مرّة، التانية ما استوعبتش already خلاص أنت ما تكمّلش.
فاهم قصدي؟ يعني أنت حاول تبقى واخد بالك إن السنة سنة بتاعتك أنت، يعني حاول على قد ما تقدر إن أنت تطلع منها مغتنم كل حاجة، ما فيهاش زعل إن أنت تحضر مع مدرس تاني أو ما فيش أي حاجة من الكلام ده كله بيزعل، في الأول أو في الآخر كلنا هدفنا إن أنت توصل للي أنت عايزه. ملحوظة أخيرة، إحنا دلوقتي بدأنا الحجز بتاعنا، أو يعتبر أنا مش هاكدب عليكم بادئين من فترة، فدلوقتي إحنا بنقفّل مجموعاتنا، في مجموعات متوفرة يوم الأحد والإتنين والتلات والأربع، اللي عايز ينضم لأي مجموعة منهم أوكي ما فيش أي مشكلة، هيظهر لكم الرقم. ملحوظة أخيرة للطلبة اللي already حجزت، أكد لو سمحت برسالة على الواتساب عشان نبقى حاطينك في الميعاد بتاعك على طول أوتوماتيك، عشان ما يتمش استبعادك لأن أنت ما أكدتش حجزك. وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير، وأتمنى تبقى السنة خير سعيدة عليكم كلكم إن شاء الله، ونفرح بيكم زي ما هنفرح بالطلبة اللي داخلين الامتحان دلوقتي. ادعوا لهم طبعًا الدعوة بظهر الغيب مستجابة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمكم باللي يدعي لكم السنة اللي جاية، وكلكم موفقين بإذن الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.